بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مدرب فريق البسيتين علي عامر. كابتن، أول خسارة في الدوري وخسرتم معها الصدارة، تعليقك على المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبارك حق النجمة، أقول لك فريقي قدم مباراة كبيرة، لكن اللي كل موجود في الملعب تشوف التحكيم، بلنتي في الخيال، بلنتيين لنا، المفروض لاعب ينطرد بعد عندهم لاعبين. الحكم انا اول مره اتكلم، حكم يخطئ اوكي، بس مو يضيع مجهود فريق كامل، موسم كامل يضيع حكم. يعني انا ما اقول للحكم الله يوافقه، مع انه تو معطين دولي، لكن الله يوافقه. اذا هاللون الاخطاء هذه جراءه وشخصيه ما في، عيبنا احنا العاطفه تغلبهم. اذا انت غالب كله عليك، يعطيك بلنتي يبي يعطي الخصم بلنتي، طارد عندهم يبي يطرد لاعب وطرد لاعب. من عيبنا العاطفه عند حكامنا، والله يوافق الحكم. ومشوار طويل مثل ما قلنا، مبارك حق النجمه، مباراة حلوة والكل استمتع فيها، وبداية مشوار. احنا من قبل انا قلت لك احنا بداية تونا القسم الاول، باقي بعد 3 جولات، باقي لنا نصحح الاخطاء اللي علينا، نشوف النواقص اللي عندنا، ان شاء الله القادم يكون. تشوف اليوم التحكيم وقراراته له تأثير كبير في الخسارة؟ شيء طبيعي، مثل ما قلت لك احنا عاطفيين حكامنا. اذا عندك بلنتي لك يروح يعطي الخصم في الخيال بلنتي، حتى النجمة متفاجئين على البلنتي اللي حسبها لهم. عندهم طرد عاطفه، طرد لاعب من عندنا على اي كلام. انا بعرف، بس احنا ما نقول شماعه، احنا يعني النجمه نبارك لهم، واحنا مهزومين وان شاء الله نصلح في القادم ان شاء الله. كابتن، في اثناء المباراه وبعد طرد لاعب من عندكم، انت دخلت صالح عبد الحميد، طلعت محمود عبد الرحمن، عندك اللاعب جوماي على دكه الاحتياط، يمكن 5 دقائق يفيدك فيها، فانت فقدت قوه في الوسط وفقدت قوه في الهجوم. انت جبت عبد المالك. انت من قبل قلت لي ليش تدخل، ليش تدري جوماي انه متعور في تمزق ما يقدر يلعب، هي حاطينه احتياط ناقص عندنا وحاطينه في الاحتياط. لا متعور، انت انا قايل لك من قبل في امور ما تدرون بها، لاعب متعور، لاعب مريض، اسلوب، فلاعب عنده تمزق، كان زين كان يقدر يلعب، كان بدايه المباراه كان لعبته، بس وظروف دخلت صالح عشان نلعب 3-4-3، تكون نزعه هجوميه، 3 في البوكس مهاجمين، لكن استعجال وضاع التركيز، لاعبين ضاع التركيز منهم بسبب الحكم والاخطاء اللي صارت، لكن ان شاء الله نصلح موسم طويل بعد. بالتوفيق.